بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا مشكله من مشاكل شركه اندرايفر. انتوا عارفين شركه اندرايفر كلها مشاكل وكلها حوارات. الراجل ده واقع في مشكله مع شركه اندرايفر لدرجه ان هو هيتحبس. الراجل ده لو اندرايفر ما وقفتش جنبه ما بعتلوش ورقه ان هو فعلا كان شغال معاهم، لدرجه ان الراجل ده هيتحبس بجد. فالراجل ده جاي يقول مشكلته ويقول اللي حصل معاه عشان خاطر الكباتن تاخد بالها، وعشان خاطر يمكن اندرايفر يكون لها مسؤول، يكون لها حد بيتكلم باسمها يساعد الراجل ده في المشكله اللي هو واقع فيها. قضيه بنت لذينه الراجل ده ممكن يتحبس بسببها. اتشرفت بيك كابتن محمد، قول لنا ايه اللي حصل معاك باختصار. اهلا بحضرتك. انا مشكلتي في عجاله ان انا معايا عربيه شغال بيها اوبر وان درايف، شغال تالت يوم العيد، ما كانش عندي وقت فاضي فقلت انزل اشتغل. كنت في حته في بدر في شارع الجامعات، جالي ريكويست تبع ان درايف، قبلته عشان هو في وجهتي. ايوه. فقبلت الريكويست ورحت. اول ما قبلته الشخص اللي طالب كلمني بسرعه يا كابتن عشان معايا واحد تعبان. طبعا حلقه انسانيه. ايوه، اي حد بيقول لك تعبان بتجري عليه. فده حلقه انسانيه، فجريت خدت حته عكس في الطريق بسيطه، وصلت له في عجاله. نزل معاه حد شخص مسنده، حطه ورا تعبان. كان واقف يعني على رجليه ولا كان واقع خالص؟ واقف على رجليه يعني ضعيف، مغمى عليه، يعني عينين مفتحه وبياخد نفسه، عايش حي يرزق بس تعبان. بس ركب ورا، والشخص اللي طالب راكب قدام. رحنا اتحركنا على الواجهه في طريقنا. قال لي معلش هناخد بس اخوه من حته اسمها محمد نجيب في نفس طريقنا. ايوه. وقفنا، طلع بقى اخوه ركب معانا. ده اخويا مات ومش عارف ايه، وهوبا لمونا خدونا، تعالى ودينا عند البيت يا ابني نوديك المستشفى. لا، ودينا عند البيت. رحنا عند البيت لقينا اكتر من 300 راجل وست بيمسكونا، ضربوني انا والراجل اللي معايا وكسروا عربيتي واتهنت في عجاله. يعني في خلال نص ساعه ضرب واتهنى، ويعني اتهنى بمعنى كلمه اتهنى. الحكومه جت خدتنا، قلت لهم يا جدعان. خد طبعا الناس خدوا مني العربيه والتليفون يعني بس يعني كان تليفون اوبر بس هو الموجود معايا، والتليفون معايا تليفون تاني شخصي اتاخد. المهم يعني الحكومه جت جابت لي العربيه وكانت متدغدغه، ومعايا برضو فيديو بكده وهي متدغدغه وهي طالعه من القسم. المهم يعني رحنا على القسم، عرفت تودينا المكان اللي انت جبت منه الناس، وديت الحكومه. راحوا جابوا اصحاب بقى المكان من هناك. طلع المكان ده ايه؟ طلع المكان دي اصلا مصحه، والشخص اللي كان معايا ده كان في المصحه بقاله 12 ساعه، ده اللي انا عرفته بعد كده. وتوفى او تعب وهو راح يوديه لاهله، فرموه بره. فمش رموه، احنا ده واحد من المصحه راح يوديه لاهله. ايه ده اللي حصل معانا يعني. المهم يعني جابوا اشخاص تانية، بقى كله بيا 6 افراد. عملوا لنا ايه، الحكومه عملوا لنا مشترك في القتل والكلام ده. فانا دخلت قدام وكيل النيابه، ناس يعني قضاء محترم. ثبت ان انا شغال في ان درايف. الناس اللي كانوا متاخدين قالوا ان احنا ما نعرفوش واحنا طالبين ان درايف. تمام. وكيل النيابه تاني يوم تحريات المباحث قالت ان هو ان درايف، شغال اوبر وان درايف. فبناء عليه طلعت اخلاء سبيل على ذمه القضيه. بس هنا لازم اتابع. المحامي بتاعي قال لي لو ما جبناش ورقه من ان درايف موجهه للنيابه ان بالريكوست ببيانات الشخص اللي طالب بالتاريخ بالوقت، انت هتاخد على الاقل سنه ان انت نقلت ميت جثه من مكان لمكان. فهنا انا مستقبلي بيضيع. نشدت الشركه مره واثنين وثلاثه، تواصلوا معايا. اول مره قول لنا حجم التلفيات ورقم القضيه والتلفات اللي حصلت عندك ومش عارف ايه والمحضر. بعت لهم الحاجات دي، ولا يا حياه لمن تنادي خالص. كل ما اكلم الدعم مره واثنين وثلاثه، ومعايا سكرينات شوت ومعايا محادثات من الدعم بكده بتثبت كلامي ان انا ما ببلاش عليهم، ولا هتنتهي. طب هنتابع مع حضرتك، طب هنتصل بحضرتك، طب احنا اسفين، احنا مش عارف ايه. اعتذارات كدابه فاشله. شركه ما بتقدرش الناس اللي شغاله معاهم، مع انه بيكسبوا مننا اضعاف ما احنا ما بنكسب، وبتدفع فلوس مقدم كمان. وبندفع فلوس مقدم، ده حقيقه. وممكن يعني وبيطيبوا خاطرنا وخلاص. يعني يبقى معاك مشكله مع حد راكب معاك هانك وشتمك وتقول للشركه يطبطب عليك ويروح يطبطب على العميل، وهي عايزه تعمل انت. وممكن كمان يعمل لي حظر كلام. أيوة. شويه. فانا بجد الدنيا بتضيع من حواليا. فيعني مشكورا استاذ محمد، تواصلت معاه على صفحته في نفس الساعه، بعت لي رقمه
وجيت له، ويعني يا رب يا رب يكون ليها حل على ايديه ويكون هو وسيط. ربنا هو اللي بيحل كل حاجه. فباذن الله انا عشمان في ربنا ان حد يحل لي القصه دي. انا مش طالب حاجه، انا مش طالب تعويض. كل الراجل طالبه ورقه ورقه. انا مش طالب تعويض من الشركه. انا دخلت في خساره 60000 جنيه 60000 جنيه مش عايزهم. انا عايز ان انا ربنا ينجدني من اللي انا هيحصل لي. احنا من خلال الفيديو ده بنحاول ننشد شركه اندرايفر. لو انتوا ليكوا مقر، لو انتوا ليكوا حته نقدر نوصل لكم منها، لو انتوا عندكم محامي يروح مع الراجل ده يشوف مشكلته ايه، يطلع ورقه. لو انتوا فعلا موجودين على ارض الواقع مش في الهوا. احنا يعني عاوزين، قبل كده اتكلمنا عن اندرايفر قلنا شركه زباله وحقيره ومش عارف ايه وما بتقدرش الناس وما بتعملش اي حاجه لحد ومالهاش مقر ومش عارف ايه. طلعوا هاجموني وانت قابض فلوس والشركه دي شركه كويسه ومش عارف ايه. طب يا جدعان اهو الراجل معاه مشكله وحل المشكله في شركه اندرايفر. حته ورقه ملهاش لازمه تروح النيابه ان الراجل ده فعلا كان شغال. الراجل ده بيانات الرحله اهو، الرحله اهي سكرين شوت منها كل حاجه، بس الشركه مش معترفه والحكومه طبعا مش معترفه الا بورق. الحكومه ما بتعترفش الا بورق. فين الورقه دي؟ لو احنا في اي بلد تانية هيبقى ليها ورق، هيبقى ليها ان انت تروح الشركه مقر الشركه تاخد منهم ورقه بالكلام ده تخلص نفسك في دقيقه. الراجل ده مشكلته كلها تحل في دقيقه لو اندرايفر طلعت له ورقه. فين بقى؟ فين مقركم؟ فين محاميكم؟ فين نظامكم؟ فين التصاريح بتاعتكم؟ الراجل ده هو الاثبات الوحيد ان انتم موجودين ولا مش موجودين. فاحنا ده اضافه لكلامك ان انا اصلا عمال اقول لهم طب فين مقر الشركه؟ يقولوا لي احنا مقر اداري. ايوه طب فين المقر الاداري ده؟ في مدير شؤون قانونيه. مدير شؤون قانونيه. لو هو مقر اداري زي ما انت بتقول كشركه محترمه هيبقى في مدير شؤون قانونيه محامي محترم هيكتب لي ورقه مختومه بالشركه اروح اقدمها في النيابه بس استثناء من النيابه. انما احنا ما فيش الكلام ده. الشركه مش متابعه معايا حاجه، ولا انا جاي يعني سوري في الكلمه، انا مش بشحت من الشركه، انا مش عايز تعويض. انا خسران 60000 جنيه بقول في داهيه مقابل ان انا ارجع لحياتي الطبيعيه وما اتحبس. انتوا فين من كل ده؟ انتوا بتطيبوا خاطرنا وخلاص. انا عايزين وقائع مش عايزين كلام. ايوه كلام ده عم نطيب وخلاص. انا بضيع ومش عارف يعني والله بص يا ريت حد تواصل معانا بس يا ريت. انا عايز حل مش عايز. وهنسيب لكم برضك رقم الراجل ده بحيث يا عم الشركه يا عم ما تبعتليش انا، تبعت للراجل ده تكلمه على طول. هنسيب لكم رقم الراجل ده بحيث ان الشركه تتواصل معاه مباشر. يا عم انا مش عاوز اخش في الموضوع. الراجل ده قدامكم هسيب لكم رقمه. الشركه تتواصل مع الراجل. لو في محامي فاهم في الموضوع يحل الموضوع يتواصل مع الراجل ده نشوف الحل فين. احنا كده الراجل ده بيضيع عشان خاطر مشوار ملوش لازمه، وبنحاول برضك نوصل للكباتن ما تاخدش حد. يعني الراجل ده راح يعمل الموضوع ده انساني، لقى واحد تعبان راح يعمل الموضوع انساني حتى لو ما دفعش فلوس مش مهم. بس الفكره كلها ان هو الراجل بيقول لي خد حته عكسي وجري عشان خاطر يلحق الراجل، وفي الاخر هو اللي اتحط عليه وهو اللي لبس في الحيط. فاحنا برضك بنحاول نوصل للكباتن بلاش القصه دي. عشان قبل كده كابتن بعت لي برضك ان في جماعه ليبيين كانوا عاوزين يركبوا واحد ميت ويودوه مش عارف المستشفى ومش عارف ايه، والراجل رفض وسابهم ومشي. فالاحسن ان انت ترفض وتمشي عشان خاطر ممكن تقع في مصيبه زي اللي وقع فيها الراجل ده وفي الاخر ما تلاقيش حد يقف جنبك، لا شركه ولا حد ولا اي حد خالص. عايزين يبقى في مقر زي الشركات والله التانية. قلنا الكلام ده. يعني احنا الشركات التانية مش هنذكر اسامي لا تقولوا احنا بنعمل، احنا بنروح في مشكله معانا يعني الى حد ما بتتحل بنسبه 90%. في مقر بيتقابل حد مدير مسؤول في شركه بيكلمك بتكلمه بتحكي له مشكلتك بيحلها لك. هنا فين في اندرايف؟ فين؟ مفيش حاجه. احنا شركه موجوده على الورق بس. من الاخر مشكلتك دي هتاكد ان شركه اندرايفر موجوده ولا مش موجوده. اقسم بجلال الله هاجي واقعد معاه واعمل فيديو شكر للشركه اللي لو الموضوع ده اتحل من الشركه. يا رب. فيعني فاحنا مش ضد حد. احنا بناكل عيش، كلنا كباتن بناكل عيش. فاحنا عايزين حقائق نعيش فيها، وعايزين وقائع الشركه يكون ليها مقر. انا يبقى معايا مشكله اروح للشركه. ما تقوليش ده مقر اداري. مقر اداري يكون اعمل له ايه؟ مدير شؤون قانونيه. مدير شؤون قانونيه يحلها لي. ما هو مدير شؤون قانونيه في الشركه. ولا حطونا والله انا مش عاوز اي حاجه غير ان الموضوع يتحل. والله بس والله مش طالب فلوس. الشركه لو هتحل لي الموضوع ده والمحامي هياخد فلوس انا هديله. يعني المحامي تبع الشركه هياخد فلوس انا ممكن اديله، بس تتحل من الشركه. يا عم ان شاء الله باذن الله تتحل، وده هيثبت اذا كان اندرايفر موجوده ولا مش موجوده. وبنحاول برضك نوصل للناس خلي بالك من شغلك واشتغل صح، وما تروحش ورا اي مشوار وخلاص. قال لك تعبان مش تعبان، اتاكد ان اللي قدامك فعلا مش تعبان عشان خاطر ممكن تلبس في الحيط. قول له يا عم جيب له اسعاف. الراجل ده دخل في قضيه والكلام ده كله عشان هو حط في عربيته حد ميت، وعربيته عربيه خاصه مش عربيه اسعاف.
بس. وربنا يسترها على الجميع، ولو حد عنده اي تعليق يحطه بخصوص الموضوع ده، وحد عنده حل للراجل ده يحطه، ويعني ربنا يسترها ويعديها على خير ويطلع الراجل ده من المشكله على خير. ادعوا له ربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله، ربنا يطلعه منها على خير. واي حد عنده مشكله ابعتها لنا ونشوف الفيديو الجاي ان شاء الله.